يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا إياك أن تظن أنك تمن على الله تبارك وتعالى بوقت اقتطعته من وقتك لله سبحانه وتعالى، لأننا نحن كلنا عبيد لله، فالمفروض أننا ملك لله، والمفروض أن أوقاتنا ملك لله، وأن مجهوداتنا ملك لله. فإذا اقتطع الإنسان من مجهوده أو من وقته شيئا لله سبحانه وتعالى فإياه أن يظن أنه بهذا قدم شيئا. لا، لم نقدم شيئا على الإطلاق. لا أتكلم عن نفسي، أتكلم عنكم، لأنكم أنتم الذين اقتطعتم الوقت وجئتم. ظروفي لا تسمح أن أشارككم في هذا، ولكن إياك أن تمن على ربك بعمل، بل أقول إياك أن ترى عملك أصلا. يعني أنت المفروض عليك ألا ترى العمل، الواجب عليك ألا ترى العمل نهائيا، لأنك لو رأيت العمل ونظرت لنفسك هذا العمل سيحبط، سلمنا الله وإياكم. إياك، لأنه أناس الآن سادرون في الغي وفي المعاصي وفي كذا وفي كذا، لأن هؤلاء رب العالمين لم يتفضل عليهم وينعم عليهم بالهداية. مش احنا بنقرأ في كل آية في كل ركعة من ركعات الصلاة في الفرض والنفل بنقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، لو لم يهدك ما اهتديت، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. الذي هداك وأتى بك إلى هذا المكان هو رب العالمين، له المنة سبحانه وتعالى. لازم تجد في نفسك الإحساس هذا، إن أنت ممنون عليك، والمن لا يجوز من مخلوق على مخلوق، لأننا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. لذلك المن أمر خطير، لكن المن لمين؟ لله. ولقد مننا على موسى وهارون. العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، ولقد مننا، ولذلك الله له المنة سبحانه وتعالى. ضع هذا في أمرك، يعني دائما ضع هذا نصب عينك. زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمنا أيضا في نفس السورة، سورة الفاتحة دي كنوز يا إخوانا، كنوز، ولذلك ربنا جعلها فاتحة لكتابه، كنوز. شوف دائما تقرأ إياك نعبد فلا نعبد إلا الله، هذه في القصر والحصر والاختصاص، لا يعبد إلا الله، ولكن معه وإياك نستعين. من غير الاستعانة، من غير الإعانة من الله لن تستطيع أن تعبد. إياك نعبد وإياك لصيقتان، حظ الرب العبادة وحظك أنت الإعانة.